ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل الكبدة، مش هنقول كبدة العربيات طبعا زي ما بيقولوا، لا احنا مش هنتقارن بكبدة العربيات. احنا هنشوف الكبدة الاسكندراني بالطريقة الصحيحة، هنشوفها يعني الطعم والشكل والريحة وكل حاجة جميلة قوي زي ما احنا هنشوفها دلوقتي. لو اول مرة تشوفوني، انا فايزة عبد الله. هنعمل مع بعض الكبدة هي طازة، يعني لسه فريش ومدبوحة. احنا مش هنغسلها علشان ما نضيعش الفايدة بتاعتها ولا يبقى فيها اي زفارة. احنا بنغسلها وهي على بعضها كده من غير ما تتقطع، من قبل ما تتقطع، وبعدين بننشفها بالمناديل كده بس لو فيها اي دم. وبعدين هنبدأ نشيل القشرة بتاعتها كده من الجنب. بتحطي ايديكي كده او بصباعك كده، بتدخلي صباعك بين القشرة وبين الكبدة بالشكل دون، وبتفضلي تسحبي فيها في الكبدة كده لغاية لما تتشال، او بحرف السكينة كده تقطعي تشيلي القشرة، وبعد كده تقعدي تقطعي كده القشرة حتى مرة واحدة. وبعدين هنبدأ نقطعها كده طرنشات. انا مش هقطعها طرنشات كبيرة، بعد كده برجع اقطعها تاني. مش عايزاها تبقى قطع عصافيري زي ما بيقولوا، اللي هي الكبدة العصافيري، مش عايزاها تبقى متقطعة قطع رفيعة قوي، يعني زي 2 سنتي كده. هنقطعها كده كلها الاول زي ما احنا شايفين كده. هنقطعها كلها كده، قطعناها الكمية كلها، هي حوالي كيلو الا ربع. معانا شوية توم كده حلوين، راس توم، ومعانا فلفل. هي بتحب التوم الكتير والفلفل الكتير. هنقطعهم قطع رفيعة قوي. الفلفل فلفل احمر، فلفل اخضر، وفلفل رومي. هي بتبقى حلوة قوي في السبايسي. معانا الطاسة، هنحط الزيت وهنحط التوم. هنحمر التوم، شوية توم كده حلوين، والزيت هنحمرهم، بس ناخد بالنا قوي ان التوم بس نشوحه تشويحة صغيرة علشان ما يمررش وما يدخلش في التحمير، لان لو استنينا على التوم هيدي مرارة، واحنا مش عايزين المرارة دي. حطينا الكبدة وشوحناها تشويحة كده. هنجيب الفلفل، حطيناه اللي هو المفروم، حطيناه كده على الكبدة، وبعدين شوحناهم برضو، قلبناهم كده تقليبة. بصوا الريحة بتاعتها فظيعة. حطينا الملح بعد ما بدأت تستوي، وبعدين هنحط الفلفل الاسود. على فكرة انا حطيت فلفل رومي تاني عشان هي محتاجة فلفل رومي كتير. وحطينا قلبناها لغاية لما استوت واتشربت المية بتاعتها. بعدين حطينا عليها عصرة ليمونة في الاخر. ما نحطش الليمونة في الاول، الليمونة بتديها مزازة، بتديها طعم حلو قوي. شامين الريحة بتاعتها فظيعة. كان نفسي يعني تكونوا قريبين بس تشموا الريحة، جايبة اخر البيت الحقيقة. هنعمل دلوقتي الطحينة. حطينا نص كوباية طحينة تقريبا، وهنحط عليها معلقتين زبادي، وهنحط عليها الخل، معلقتين خل، ونحط المية. هنقلبهم مع بعض كويس قوي. وبعدين معانا الدقة اللي احنا عملناها للكبدة، اللي هي عبارة عن توم وفلفل حار، فلفل احمر، وفلفل اخضر، وكمون، وتوم. هنحط معلقة كده كبيرة عليها على الطحينة، تديها طعم حلو قوي. هنقلبها كده، طعم الطحينة كده بقى حلو قوي قوي، طعمها حلو جدا. وبعدين هنحطها بقى في الطبق، ونحط عليها البقدونس، ونحط عليها معلقتين كده زيت زيتون. هنبدأ نعمل بقى السندوتشات. معانا العيش الفينو، بس شكل الطحينة ده كده شكل الكبدة. معانا العيش الفينو، هنفتحه بقى ونحط عليه الطحينة اللي احنا عملناها. وممكن العيش البلدي بقى لو سخن كمان بيبقى تحفة. هنحط على الطحينة كده، نحط الكبدة، ونحط عليها برضو الطحينة من على الوش. بصوا السندوتشات، الريحة فظيعة يا جماعة، والطعم بتاعها خطير، هتعجبكم جدا. شايفين ده الشكل النهائي بتاعها. نحط جنبيها الفلفل كده ونجرنشها كده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. والى اللقاء في فيديو جديد.
مستنية رأيكم في الكومنتات لما تجربوها.